خلينا بقى نتكلم عن كولر وعن التشكيل. كولر لعب 5-3-2 تقريبا، كان لاعب بطاهر محمد طاهر وجراديشار، وفي نص الملعب كان بيلعب بإمام عاشور واحمد رضا، وجنبيهم مروان عطية او تحتهم يعني مروان عطية. في الناحية اليمين نرجع بقى للدفاع، كان بيلعب بمحمد هاني، رامي ربيعة، اشرف داري، وكمان ياسر ابراهيم، وعلى الشمال مصطفى العش. خطة دفاعية بحتة، يعني هو الراجل بيلعب ب6 مدافعين تحت الكورة، 6 ما بيتقدموش لقدام. بالنسبة يعني لتجاربنا السابقة السيئة جدا مع سان داونز، فحلو يعني، انا مش متضايق ان انت لعبت كده. بالنسبة للفكر الخططي، الاهلي كان بيروح وكان في اكتر من كرة خطيرة، في جونين اتحسبوا اوفسايد وكانوا فعلا تقريبا يعني بنسبة 90% اوفسايد فعلا. وفي الكورة كمان بتاعت جراديشار اللي كانت بالهيد وجت في القائم، وفي كام تصويبة لإمام عاشور وكام عرضية. قدرت ان انت تلعب لعب هجومي كويس. اشرف بن شرقي نزل قلب المباراة، يعني غير الماتش تماما. يعني اخر 5 دقايق هو منزل اشرف بن شرقي واكرم توفيق في الدقيقة 88. التغييرين دول لو كانوا اتعملوا من بدري، لا كان الموضوع هيفرق قوي، كنا هنبقى في حتة تانية خالص.